أهلا بحضراتكم من جديد. شاهدنا لقاء يعتبر هو الأكثر تهديفيا على مستوى أدوار المجموعات حتى الآن على مستوى الجولة الثانية. تهانينا جون، انتصار لمنتخب بلادك نيجيريا، لكن يبدو بأن كل شيء تغير على مستوى الشوط الثاني. تونس كانت خطيرة جدا لدرجة أنها كانت أمام تسجيل أكثر من هدف فوق الهدفين اللذين سجلا على مرمى نيجيريا من خلال هذا اللقاء. من الواضح حينما تكون متقدم بواقع 3-0 تعتقد أن المباراة قد قتلت أيضا من خلال 3 أهداف، ولكن الثناء موصول إلى اللاعبين التونسيين على تلك العودة وعلى تلك الروح الانتصارية وعلى المرونة التكتيكية المحققة على الميدان. ولكن علي أن أقول أن اللاعب على الجانب الأيسر تونكتي كان لاعب جيدا، وحنبال أيضا كان ممتازا جدا. كانت هناك ثنائية بين حنبال وسيباستيان لقد شكلوا خطورة كبيرة بالنسبة للمنتخب النيجيري. الشكر موصول للاعبين التونسيين على الدقائق الأخيرة. كنا نعتقد أن النتيجة سوف تنتهي بواقع 3-3، وفرجاني ساسي ضاع فرصة ثمينة من أجل التعادل. ولكن هنا نحترم المنتخب الذي يعود في المباراة، ولكن أيضا الشكر والفضل في الفوز بهذه المباراة يعود إلى أوسمان ويعود إلى لوكمان صانع الألعاب. ولكن أعتقد النتيجة حينما كانت بواقع 3-0 عاد المنتخب التونسي وخلقوا الكثير من الفرص. هذا خطأ كبير من حارس المرمى النيجيري، لا أعرف ما الذي كان يقوم به. أولا عليك أن تتموقع بطريقة جيدة وترتدي الحذاء، عليك أن ترتدي الحذاء المناسب حينما تكون الأمطار أو حينما يكون عشب بالأمطار. لوكمان أفضل لاعب في اللقاء. نعم، لعب بطريقة جيدة، لقد كان متواجدا في جميع أنحاء الملعب، ومع فيكتور أوسيمان حقق ثنائية أو ثنائي جيد. إذا 6 نقاط أو 6 نقاط، هذا يجعلنا نلعب بأريحية في المباراة القادمة، وسوف نذهب إلى الدور الموالي. فرق مع منتخب تونس. تفضل. تتحدثون عن الحدة الهجومية والضغط المستمر الذي وضع المنتخب التونسي. صحيح، وأن المنتخب التونسي لم يبدأ بطريقة جيدة وقبل الضغط، ولكن أيضا عليكم أن توصلوا الثناء إلى اللاعبين النيجيريين على المهارات الفردية والجماعية. حتى إذا وضعوا ضغط على التونسيين فهذا يعني أنهم يحركون الكرة بانسيابية. ولكن 20 دقيقة الأخيرة من التونسيين يمكن أن تكون محفزة جدا. لو يلعب المنتخب التونسي بنفس الطريقة التي لعب بها خلال 20 دقيقة الأخيرة ضد المنتخب التنزاني، بإمكانهم يذهبوا إلى أبعد حدود. أنت لا تذهب إلى بطولة وتفرط في 60 دقيقة الأولى ثم تفكر في 30 دقيقة الأخيرة. إذا هذا هو المقاربة الجيدة، هو أن تكون متساويا في الحظوظ وفي الندية مع الفريق الخصم. طبعا لأن هناك قدرات موجودة لدى اللاعبين لكي يضعون 3 لاعبين. عليكم أن تذهبوا إلى الأمام وتضغطوا ضغط. صحيح، هذا كان جزء كبير